السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الأرنبة طيوبة، طبعا أخدتها للدكتور والدكتورة قالت لي إنها عندها التهاب في الدرع. وطبعا قالت لي من إيه؟ قالت لي عشان المضاد الحيوي اللي خدته بعد الولادة ما كانش طويل المفعول، يعني ممتد المفعول، اللي هو اللي قالت لي ان لازم تديها المضاد الحيوي اللي هو لونه اسود اللي هو ممتد المفعول بعد الولادة. وعشان كده هي تعبت مني وجالها التهاب في الدرع ونص الخلفة بتاعتها ماتت، يعني نص الخلفة بتاعتها ماتت. عطيتها حقنة امبارح ودي تاني حقنة علشان الالتهاب في الدرع، حقن عضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هسيب لكم اسم الحقنه. بالشفا ان شاء الله، ربنا يشفيها يا رب. وادي عيالها هم اللي فاضلين منهم، طبعا ما بقوش كده الا بعد معاناه مني، ان انا كل يوم امسكهم ارضعهم، امسكهم لامهم ترضعهم كم مره في اليوم. اما انا ما كانش ورايا حاجه غير طيوبه وعيالها، وبرضه مات نصهم عشان الالتهابات اللي في الدرع دي. فيا ريت كلكم تاخدوا بالكم من الموضوع ده، وتخلوا بالكم ان انتوا لما تروحوا تشتروا الحقن اللي بعد الولاده تاخدوا الحقن اللي هي المضاد الحيوي اللي هي ممتدة المفعول، حقنة سودة. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.